ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير دايما. في البداية خلونا نوصل الفيديو ده لأكبر عدد من اللايكات، واللي ما اشتركش يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. النهاردة معانا ملخص الحلقة 13 من مسلسل زوج زعيم مافيا، ويلا نبدأ الملخص. ايزيكيل مسك ايد ايمي وقال لها في حاجة مهمة عايز اقولها لك، لكن خليها بكرة لاني متوتر شوية. قالت له انا هنا هو قول. قال لها مجرد التفكير في الاعتراف بيوترني، تصبح على خير يا زوجتي. وبيمشي وايمي بتكون مبسوطة. وايميل زميلها كلمها وعايز يسألها عن حاجة تخص ايزيكيل، وقالت له نتكلم في المدرسة، ومامة ايمي بتكون مركزة وقلقانة. وبعدها لوي بيجي وبياخد ايميل معاه للمدرسة. وكاي بتكلم حد قال لها الرئيس يعرف عن ياجي، لكن ما قلتلوش عن ابوكي لان لو عرف كمان انت هتموتي. كاي قالت له ايزيكيل يقتلني ليه؟ ده انا صاحبة ايمي مراته، متأكدة انه مش هيعمل كده مع صديقة مراته يعني. قال لها ايزيكيل قتل ابو كايزر وجيرسون وولس، ودول كانوا اعز اصدقائه، وانت مجرد صديقة لمراته. وقالت له فاش هيعملوا ايه اذا عرفوا ان ايمي بنت ابويا الحقيقية؟ ازاي هنمنعهم من قتل بعضهم؟ قال لها من الاسلم مفيش حد يعرف حاجة. سألته عن مامة ايمي، قال لها خلينا بره الموضوع ده احسن، ممكن تتعرضي للاذى. وام ايمي بتفتكر اللي حصل مع اختها وبصت للمراية وقالت انا اليانا هارتلي. افتكرت اسم اخيرا، لكن لسه مش فاهمة ليه اسم عيلتي فرير رغم ان جوزي اسمه ميجيل. الا اذا انا لو خاينة بقى، ومين الراجل اللي بفتكره ده كل لما دماغي بتوجعني؟ وليه وقتها كنت غنية كده؟ وايه ضرب النار الكتير اللي حصل وقتها؟ يا ترى ايه ده كله؟ انا محتاج اعرف كل حاجة عني كاليانا هارتلي فرير. بعدها بيجي بنت اسمها ملاك وبتتعرف على ايمي، وايمي قالت لها فين الاجنحة بتاعتك ونزلت الارض ازاي؟ قالت لها انا ملاك الحارس بتاعك. وايمي ندهت لجاكوب، وملاك بتخلع وايمي مش بتلاقيها. وجاكوب قال لها فين الست اللي بتقول عليها دي؟ قالت له ده ملاك الحارس بتاعي. بعدها ايزيكيل كلم ايمي وقال لها اجيلك اخدك نروح مكان. بعدها ني بياخد معلومات من بنات المافيا عن هدفه الجديد، وبيكون مالك فندق وهيكون هناك حراس كتير، وقالوا له اي حد يتدخل في مهمتنا ياخد رصاصة في دماغه. وبياخدوا اسلحتهم عشان يستعدوا للمهمة. وني بيكون معاه قنبلة، وبنعرف ان ايزيكيل هيتقابل مع بارك في الفندق. اللي عصابة ني عندهم مهمة هناك، ورجالة ايزيكيل بيجهزوا ومجمعين معلومات عن بارك اللي هيتقابل معاه ايزيكيل في الفندق. وبيكون راجل اعمال وتاجر سلاح، وبيكون مجال ايزيكيل تجارة السلاح برضه، عشان كده هيجتمع معاه وهيتفاوضوا، ولو منفذش كلام ايزيكيل هيخلص عليه وقتي. وافراد العصابة بيقولوا ان ايزيكيل قرر ان ايمي تكون معاهم، ومش عارفين ليه هتكون معاهم. وايمي بترقص على رن تليفونها، وبيكون ايزيكيل بيستعجلها عشان مستنيها. وبتشوف ملاك الحارس وبتسلم عليها، وايزيكيل قال لها مين دي؟ قالت له دي ملاك الحارس بتاعي. قال لها ازاي ملاك وشايفاها اصلا؟ قالت له دي بتظهر لي لوحدي وبس، وجميلة جدا. المرة الجاية اسألها تتعرف عليك ولا لا. قال لها سيبك من كل ده، تعالى عشان اوريكي حقيقتي. وايمي قالت لنا اللي اتجوزته ده كان نسخة ولا ايه، ومستغربة حقيقته ازاي. وكاي راحت لأم إيمي وبتسألها كان تخصصها إيه أيام الجامعة، وأسئلة كتير جدا. وميسيل بتكون موجودة بتسمعهم، ودخلت قالت لكاي بتعملي إيه هنا؟ وليه بتسألي خالتي كل الأسئلة دي؟ كاي قالت لها ده مجرد فضول. ميسيل قالت لها الأفضل تروحي بيتك دلوقتي، الوقت اتأخر وانت صدعتينا وصدعتي خالتي كمان. وكاي بتمشي بعدها إيمي مع إيزيكيل. وسي قال له هتجيبها معانا فعلا؟ قال له الأمور بتزيد سوء، والياج الفترة الأخيرة بيهددوها لازم تكون قريبة مننا عشان نحافظ على سلامتها. وإيمي بتشوف أسلحة كتير، وقالت إيه كل ده؟ وقالت لسي كنت عارفة إنك ضابط شرطة. قال لها أنا مش ضابط ولا حاجة. وزيكيل قال لها نشوف فيلم، وبيشوفوا معلومات عن الفندق والأدوار بتاعته وعدد الحراس بتوع بارك ومكان بنت بارك واسمها روكسان. وإيمي بتكون حاسة بملل وهتنام، وبتقول لهم الفيلم ده ممل جدا، هم عيلة بارك دول مشاهير ولا إيه؟ وإيزيكيل قال لرجالته يجهزوا، وقال لإيمي مهما كان اللي هتشوفيه دلوقتي ما تخافيش وما تعمليش أي مشهد. قالت له مشهد؟ احنا هنصور فيلم ولا ايه؟ قال لها لا، هنكون في اجتماع تحت الارض. قالت له تحت الارض ازاي؟ احنا رايحين فندق. قصدك تحت الفندق بقى هنقابل كائنات فضائية ولا ايه؟ قال لها قصدي بتحت الارض يعني غير قانوني. قالت له يعني هنعمل حاجة سيئة؟ طيب كده الشرطة هتقبض علينا. قال لها انا ملتزم بشغلي لان مفروض عليا حاجات، لو قعدت 10 سنين افهمك مش هتفهمي قصدي، فخليني اوريكي حقيقتي. بعدها ايمي في الفندق ومخبية ملامحها بماسك، وجالها مكالمة من ملاك الحارس وقالت لها خليكي حذرة في 3 مجموعات في الفندق. وإيمي مش فاهمة. وبعدها إيزيكيل جاء أخدها، وزميلهم بيعاكس روكسان بنت بارك. بعدها إيزيكيل بيهدد حراس بارك عشان يفتحوا الباب، وإيمي بتقلق مش فاهمة فيه إيه. والحراس لما بيعرفوا إنه إيزيكيل بيفتحوا الباب بسرعة، وبيدخل لبارك وجاكوب وصاحبه قتل الحراسة الخاصة بالفندق. وعصابة ني وصلت ودخلوا الفندق، وميشا دخلت لأوضة روكسان وثبتتها بالسلاح، لكن واحد من رجالة إيزيكيل وصل وكتفها وقال لها سبتلك رقمي في تليفونك، ابقي كلميني عشان تبوسي ايدي، معرفش سي انك جيتي هنا.
واخد روكسان ومشي، وايزيكيل بيهدد بارك لو ما سمعش كلامه هيزعل. والحارس جه ومعاه روكسان بنت بارك، وبارك قال محدش يأذيها، وإيمي قالت دي بنت لطيفة محدش هيأذيها. وبيحصل ضرب نار، وايزيكيل قتل بارك، وملاك الحارس اخدت ايمي بره المكان هادي وادتها سلاح وقالت لها تهرب. وايمي بتكون قلقانه ان ايزيكيل يكون اتصاب في الضرب ده، وروكسان حزينه على موت ابوها. وايزيكيل وصل لايمي وني ضربه بالرصاص في كتفه، وايمي شافته وني بيهرب. وايزيكيل قال لايمي ليه بعدت عني، هتعرضي نفسك للخطر كده. قالت له ملاك الحارس خرجتني. قال لها ما تخلينيش اقلق عليك، انا بحبك جدا لدرجة ان مش هسامح نفسي لو حصلك اي حاجة. حبي ليكي هو السبب اللي ممكن يخليني افقد عقلي. وايمي بيغمى عليها، بعدها بنكون في البيت وايمي بتفوق وقالت هو ده كان حلم ولا ايه. وقالت لإيزيكيل ليه اللي حصل في الفندق ده. وإيزيكيل خرج رجالته بره وقال لها ما كنتش قاصد أعرض حياتك للخطر، أنا آسف. قالت له أنت عايزني أعرف إيه؟ ليه كل اللي حصل ده؟ قال لها أنا زعيم مافيا. وبيخلص الملخص.